الله وبركاته. اخواتي حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يلا بينا كلكم علشان هعمل لكم النهارده اكله اول مره هتشوفوها على البرنامج، ولو لفيتوا اليوتيوب كله مش هتلاقوها. دي تأليفي واكله جديده روعه. زهقنا من كل الاكلات، زهقنا من المحاشي، زهقنا من الكبسات، زهقنا من الدلمه، زهقنا من المقلوبه، زهقنا من كل الاكل المعتاد. عايزين حاجه جديده وتكون كمان صحية ومفيدة وطعمها مرة شهي. يلا بينا نشوف مع بعض الأكلة الجامدة الجديدة الحلوة اللي هتعملها لكم الشيف ناني. حاجة هتجيبي مقادير الوصفة أو المكونات بتاعتنا: نص كيلو لحمة مفرومة، نص كيلو لحمة مفرومة وبهرناها. حطينا ايه؟ حطينا توم باودر، وحطينا فلفل أسمر، وحطينا كمان جنزبيل بودر، وحطينا قرفة بودر اللي هو الدرسين. بهرناها. فاضل اخر حاجة هنحط الملح بتاعنا. بسم الله. حطينا الملح بتاع الوصفة بتاعتنا، وكمان معايا 250 ملي جرام، 250 ملي جرام يعني بمقام بطاطستين قشرناهم وقطعناهم مكعبات زي ما انت شايفة كده وسلقناهم. وكمان معانا بصلتين وقرن فلفل بقى مشكل احمر اخضر اللي عندك، ممكن تحطي كمان حار على حسب المذاق بتاعك. وكمان معانا جبنه موتزاريلا. تمام. ويلا بينا نبدا الوصفه مع بعض. طبعا هنتبل البطاطس بعد ما هرستها، بس نراعي ان احنا متبلين اللحم فما تزوديش الملح بتاعك. هنحط شويه توم باودر برضو، بحط شوية قرفة وشوية فلفل اسمر، رشة كده يعني. تمام. هسيبها تبرد شوية عبال ما اعجن العجينة اللي هي اللحم بتاعنا. اعجنه وادخل البهارات كلها جوه بعضها كده اهي. بعد كده انا عشان اعمل المكونات كلها فهقلبها هنا في البايركس بتاعي. شايفين يا بنات اهو. بعد كده بحط عليها المكونات اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي البصلتين والفلفل كله. هعجن بيه اللحمه اهو. بعد ما عجنتها شويه بالبصل نزلت عليها اتنين جبنه اهي. 2 جبنه، اي جبنه مثلثات كيري. تمام. بعجن معاها الجبنه كده. ليه يا ناني عملتي الحركه دي؟ علشان هي هتخليها تتماسك وتديها طعم حكايه. تمام. في اللحظه اللي انا بعمل فيها اللحمه دي هتكون البطاطس بتاعتي بردت. هقدر احطها على البطاطس بتاعتنا. تمام اهو. ايه يا ناني اللي انت عملتيه ده؟ هي دي الاكله الجامده القمر اللي هتجربوها ولكوا يوميا هيطلبوها منكم. شايفه يا قلبي اهي. حبايب قلبي بعد ما عجنتها كده شويه حلوين باخدها حطيت عليها معلقه سمنه بلدي، واوعي تنسي الجبنه الكيري. تمام. بعد كده بنزل عليها انا شكلي هعمل في البايركس الكبير. اخلي دي كده. بعد ما فردتها بعد كده بحط معايا جبنه موتزاريلا اهي. اصل انا اتاخرت عبال ما طلعتها من الفريزر. اهي يا حبايبي. بعد كده حبايب قلبي بعد ما نزلت الجبنه الموتزاريلا بنزل كمان ببقيه اللحمه بتاعتنا اهي. بصي بفردها اهو. قلبي كنت عامله لكم فيديو قبل كده للهريسه الحاره اهي.
فاكرينها؟ هتخشوا تلاقوها في الشورتس عندكم في اليوتيوب. تمام. هحط بقى، خدت منها ربع معلقه، وخدت كمان معلقه صلصه حاره، معلقه صلصه مش حاره، معلقه صلصه بنات، معلش انا اقصد الهريسه هي الحاره. حطيت ربع معلقه توم بودر، واقلب كده الصوص بتاعي. هحط رشه ملح، وبعد كده هدهن بقى البايركس بتاعي بالوصفه الجامده القمر دي كده. حبايب قلبي بنزل على الصوص اللي انتوا شايفينه ده، بحط شويه جبنه، هتدوقوا وصفه ولا اروع. بس عشان كانت متجمده معلش اهي. اعمل ايه بقى؟ بصوا الاكله دي هتعملوها هتبهروا ضيوفكم. وبصوا لما هفتح مطعم ان شاء الله في يوم من الايام هعتمد الوصفه ديت، هتبقى هي الطبق الرئيسي بتاع المطعم بتاع الشيف ناني. ويلا بينا بقى ايه، ندخلها الفرن. حبايب قلبي شفتوا الجمال بعد ما طلعت من الفرن ريحتها؟ يا ربي، اللي هيجوا عندك معزومين بقى هيقولوا لا دي شكلها عملت اكل وحكايه حكايه. طبعا بتبقى عايزه تبرد شويه، بس انا لا هوريكي. بصوا حبايب قلبي الاكله القمر عامله ازاي، بصوا الجمال والجبنات، بصوا اللحمه. جربي الوصفه هتلاقيها تحفه.